السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة مع بعض؟ هنعمل يعني البتنجان ده كان عندي في التلاجة، انتوا زي ما انتوا شايفين اهو. بتنجان دبلان خالص، والبتنجان اليومين دول الكيلو ونص والكيلو وربع ب10. دبلان خالص. يعني ايه، انا مطلعاه من التلاجة بقول ارميه، لا مش هرميه، ارميه لا مش هرميه، وعندي كميه يعني مش عندي حاجه بسيطه. فقلت ايه، نخترع النهارده كده ونشوف هنعمل بيه ايه. عامه الدبلان ده حلاوته ان هو ما بيشربش زيت، يعني الدبلان ده حلاوته ان هو ما بيشربش زيت. عندي هنا راس توم مقشراها، وعندي كمون وفلفل اسود، بس فلفل اسود حاجه بسيطه، وملح وفلفل الوان وفلفل اخضر. اوريكم بقى انا بقطع البتنجان ده ازاي، تقطيع عشوائي خالص، وهوريكم هعمله وهحطه، يعني هحمره واخلله واحطه في حله. انت احطه منه على الفطار على الغدا على العشاء، بيبقى لذيذ جدا وبيبقى محبوب. كده هبدا ان انا اقطعه اهو، تقطيع عشوائي خالص زي ما انتم شايفين اهو. شوفوا قلبه ما شاء الله، قلبه ابيض اهو. هقطعه بقى كله بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، يعني تقطيع عشوائي خالص. اي تقطيع عندي تحبيه، لو عايزه تسيبها سليمه بس وتفتحها من الجنب كده برضو تمام عادي. وما شاء الله قلبه ابيض، يعني انا قلت هفتحه لو لقيت قلبه اسود هرميه، لا ما شاء الله قلبه ابيض اهو. شوفوا قلبي. فهقطعه كله بالشكل اللي انتم شايفينه ده وهرجع لكم تاني. انا كده ولعت على الزيت اهو زي ما انتم شايفين، ودقيت الدقه اهي، وبرده قطعت البتنجان كله اهو. ودسه، شوفوا انتوا يمكن شايفين الدخانه وهي بتطلع اهو. ودسه رز في الفرن القش، هبقى اعمل لكم برده حلقه على الفرن القش ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا بقى ابتدي ان انا احمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي بقى ان انا احط في الزيت، والزيت لسه ما قدحش، هستنى على ما يقدح. كده الزيت قدح اهو. هبدا بقى ان انا ارص كلها. دي اللي انا سبتها سليمه بس فتحها من الجنب وسايبها سليمه اهي، فتحها من الجنب وسايبها سليمه. كده انا رصيت ايه الطاسه كلها، يعني الطاسه الكبيره بتنجز برضه، بتاخد منك اي حاجه بتحمرها بتاخد منك كميه منها فبتنجز، بتلاقي وقتك عدى بسرعه. لو كده مليت الطاسه هبدا بقى ان انا اغطيها عشان لما يحمر يستوي. ميزه بقى الفرن القش ده ريحته نكهته وطعمه، يعني الرز ده صدقوني والله العظيم لو انا عاملاه في الفرن العادي مش هيبقى له طعم خالص. يعني طعمه عادي، رز وعليه لبن عادي زي اللي بتعمليه على البوتاجاز. لكن الفرن القش بقى عمر الرز المدسوس او الرز المعمر ما بيعجن في الفرن القش ابدا، دايما تلاقيه مفرفر وريحته جميله وطعمه جميل. بألف هنا وشفا. والنهارده اوريكم اهو الرز والبتنجان برضه هوريهولكم وانا بعد ما يتحمر بيغلى اهو. وهعمل معاكم برضو الفراخ. وصدقوني والله احنا ما قلناش في زمن نرمي حاجه. انت عندك حبه بتنجان دبلانين، بدل ما انت كسلانه وهتقومي ترميهم، لا قومي قشريهم. لقيت قلبهم ابيض زي ما انت شفتي كده، لقيت قلبهم ابيض زي ما انت شفتي كده، حمريهم واعملي دقه وحطيها عليها، يبقى جنب الاكل والله بيتاكل، يبقى جميل زي نوع مخلل جنب الاكل كده. الزمن اللي احنا فيه ده اللي مش يعني ربنا يسترها على اللي جاي. واتمنى ان انتوا تكونوا دايما بصحة وفي صحة وسعادة وخير. اتمنى الخير دايما للناس كلها والله، وربنا يعلم اهو. كده بدأ يحمر وابدأ بقى ان انا اقلبه اهو. بسم الله ما شاء الله لونه جميل. وحبة بتنجان كانوا في التلاجة وكانوا هيترموا انت استفدت منهم.
الكسل هو اللي بيودي الدهن. كل ما تتنشطي وتقومي تتحركي هتلاقي مفيش حاجه عندك بايظه، هتلاقي مفيش حاجه عندك هتترمي، هتلاقي كل حاجه في بيتك كويسه. ودايما اذكري ربنا. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هو لونه عامه ذهبي، لونه جميل جدا، لونه ذهبي، مش لونه مثلا ان هو غامق وكده، لا لونه ذهبي اهو ما شاء الله، لونه جميل. وزي ما قلت لكم حبه بتنجان كانوا في الثلاجه يترموا، ادام استفدت منهم. بسم الله والله بيبقى طعمه جميل جدا، والله وعن تجربه بيبقى طعمه جميل جدا. وزي ما قلت لكم الدبلان ده ما بيشربش اي كميه زيت وانت بتحمريه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. كده يا حبايبي طلعت الكمية كلها ما شاء الله اهو، كله دهب اهو، مفيش حاجة محروقة. والزيت اهو ابدأ ارص الكمية الباقية. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كده اهو العرصه الثانيه اهو. الدقه ده بقى ايه؟ الدقه اللي انا دقيتها، اللي انا وريتكم المكونات بتاعتها، السر بتاعي هنا معلقه الخل اللي انا حطيتها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هقلب بقى عشان الملح يدوب، وهبدا بقى ان انا اشيل كده اهو. والله طعمه ولا بتاع بقى المطاعم ولا بتاع اي حاجه، كفايه ان انت عاملاه في بيتك وعارفه نظافته وعارفه هو اتعمل ازاي واتحمر بزيت شكله ايه اهو. والتاني بيغلي في الزيت اهو. هو عامه ما بياخدش تحمير حاجه، يعني شوف هو في ثانيه احمر وما بياخدش اي تحمير. زي ما قلت لكم هو دبلان ما بيشربش زيت، عشان كده بيحمر بسرعه. يعني انا بفضل البتنجان الدبلان في التحمير عن البتنجان المصحصح. ده البتنجان المصحصح انا بشويه، وبشويه برضو على البوتاجاز. والله اللي البتنجان اللي انا بشويه على البوتاجاز بيبقى احلى من اللي انا بشويه في الفرن. وهبقى برضو في فيديو هبقى اوريكم انا بشويه على البوتاجاز ازاي. ما شاء الله زي ما قلت لكم هو بيبقى لونه ذهبي. انا يعني مش بحب لونه احمر قوي، بحب لونه ذهبي اهو. شوفوا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله اهو زي ما انتم شايفين. ويبقى كده الرصة التانية كمان احمرت. هبدأ بقى ان انا اطلعها وارصها في الحلة كده زي ما انتم شايفين. بصفي الزيت على حرف الطاسة. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. كده يبقى انا طلعته كله. هبدأ بقى ان انا اقلبه كده، يعني المقلوبة هعدلها عشان تشرب من الدقة اهو. وزي ما قلت لكم السر عندي في الدقة بتاعتي حبة الخل. الخل بيخلي البتنجان اللي زي ده حلو قوي. ما شاء الله بقى شكله جميل والله وطعمه جنان. هبدأ بقى ان انا ارص التانية، العرصة التانية دي اخر واحدة عامة اهو. كده يبقى رصيت الرصة التانية. يبقى شوف البتنجان والدقة دي باقية اهي. حطها بقى على اخر رصة اللي هي بتحمر في الزيت دي. وبقى كده واقدمها بقى في الاطباق. اي اكل اي طبق انا بقدم الطبق جنبه. فطار بعمل الطبق واحطه جنبه، غدا عشاء، والله العظيم بيبقى طعمه رهيب وبتبقى ريحته برده جميله جدا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاغفر لي ذنبي يا رب العالمين. دي كمان احمرت ما شاء الله، ما بياخدش تحمير حاجه في ثانيه اهو. المكون خد اللون الذهبي اللي هو المحبوب ده، يعني مش واخد لون حرق ولا حاجه.
بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. انتوا طبعا اللون بتاعه ظاهر قدامكم، اللون الذهبي اللي هو بياخده ده ظاهر قدامكم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ده كله انا سايباه سليم وفتحاه من الجنب بس، فانا اغطيه عشان يستوي براحته. ويبقى كده انا طلعته كله يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هبدأ بقى ان انا افضي الدقة اللي باقية دي. ما شاء الله شكله وريحته اجمل من بعض والله، شكله كده وريحته. خلي بالكم اللي عايز يفتحه كده ويحشي برده يبقى كويس، بس انا ما بحبش الملح يتمكن منه قوي عشان الاملاح اللي عندنا وان احنا تعبانين، ما عادش حد بيستحمل الاملاح. اهو زي ما انتم شايفين بحاول اوزع الدقه على كل حاجه فيه. البتنجان بالدقه اهو خلص اهو، ما شاء الله والله العظيم ريحته جميله جدا. وكده زي ما انا قلت لكم حبه بتنجان دبلانين في التلاجة، عملت منهم حله بتنجان مخلل، ولا رميته ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وطعمه حكايه والله العظيم. اتمنى لو الفيديو عجبكم او استفدتوا منه حاجه، اتمنى منكم شير ولايك، واستنى منه كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.